أهلا متابعين ترند النجوم والمشاهير. حبسي بسمة بوسير ومقدمتها فنية من شركة وطار، اللي هي صاحبة أغنية هبة الطوخي مين اللي اختار. كلنا عارفين في الفترة الأخيرة اللي بسمة بوسير نزلت على صفحتها على الانستجرام كوفر ليها وهي بتغني مين اللي بيختار اللي هي الهبة الطوخي. طبعا الشركة علمت بذلك وردت على بسمة بوسير بمقتضاه. طبعا جايبالكوا البيان، هنتكلم عن كل حاجة والتفاصيل والكلام اللي قالته شركة وطاي لبسمة بوسيل. طبعا كلنا عارفين اللي أغنية مين اللي اختار طبعا بسمة بوسيل. تعالوا بقى نتكلم في بيان الشركة وهنحاول نلخص الكلام على قد ما نقدر عشان وقت الفيديو. ردا على ما تداوله مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أغنية مين اللي اختار اللي قام بنشرتها الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وهي تملك الحقوق الفكرية والأدبية للموزع والمغني والذي تغنيها هبة الطوخي، إن فيلم فنان أو مطلق شخصي تقديم كفر لأي مصنف غنائي يعرضه للمحاكمة القانونية، وأهمها الأدبية والفكرية، وأهمها المحافظة على الحقوق المعنوية لجهة نسب العمل إلى أصحاب الحقوق كالمؤلف والملحن. وبناء على كل ما تقدم إننا نستغرب الحملة المستهجنة بحق حساب الحقوق، ومع ذلك كله سوف يتعاطى حساب الحقوق مع أي تصحيح أو رجوع ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل رسمي من خلال وكأنهم القانونيين لحذف أي استعمال غير مشروع لحقوقهم، وسوف نتجه إلى القضاء المختص صوتا لحقوقهم بما يترتب على ذلك إلى نتائج قانونية. هو ده البيان لبسمة بوسيل اللي هيحصل النهاردة.